السلام عليكم، كنتمنوا انكم تكونوا في امان الله وتكونوا بخير وعلى خير وسنه سعيده. الله يدخل عليكم هاد 2026 بالخير والخمير والسعاده والفرح. طلع واحد الفيديو ديال واحد الفضيحه جزائريه مره اخرى في الكان اللي منظم في المغرب في 2025 بطبيعه الحال. الفضيحه اللي باينه في الفيديو وضوح الشمس. نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا نهضروا عليه. شوفوا مزيان كما كنشوفوا في الفيديو الاخوان التقنيين الجزائريين او الناس ديال الاحتياط او المهم اي مسؤول من هذوك المسؤولين اللي كاينين في المنتخب الوطني الجزائري، شي واحد منهم هز الكره دارها تما حداه. بقاو جالسين شويه شويه حتى كيهزوا الكره كيديروا لها كيديو. ولكن هنا كنطرح سؤال انا مع راسي وكنحاول نفهم شنو بغاو من داك الكره، علاش داوها اصلا معاهم؟ عندهم شي حاجه علاش داوها، ولا غير حيت انتصروا بنتيجه عريضه اللي هي 3 مثلا بغاو يحتفظوا بداك الكره؟ ما نقدروش ناخذوا سوء النيه ونفكروا بسلبيه اولا نفكروا باللي راه بغاو يديروا شي حاجه خايبه. لا، بطبيعه الحال ممكن يكونوا ما بغاو شي حاجه مزيانه، بغاو يحتفظوا بالكره لان بغاو ينتصروا بواحد النتيجه مزيانه عريضه. ولكن الكاف ما كتعرفش هادشي. الكاف كتعرف بانك انت ديتي كره، علاش ديتيها، اذا كتعتبر سرقه. داك الشيء علاش الكاف مشاو خرجوا هذا الفيديو ومشاو بحثوا تيران كاين فيه الكاميرات. وكاف خرجت هذا الفيديو باش تثبت بانه تمت عمليه احتيال وسرقه كره ديال البلاد. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس غيتسائلوا واش هاد الفضيحه كامله على كره نتوما بغيتيو ديروا الروينه وعلاش خرجتوا الفيديو كديروا لنا التشويش للمنتخب الجزائري ديالنا. كيقول واحد المثل: القانون لا يحمي المغفل. نتوما كتقنيين في الجزائر عارفين بانه الكره اللي تهزت بدون اذن كيتعاقب عليها، كاين عقاب، حيت ممنوع انك تهز الكره واخا تكون منتصر حتى بثلاثه ولا بربعه ولا خمسه ولا حتى 10 0. ما يمكنش تهز الكره وتديها معاك. الحاله الوحيده هي الا كان واحد اللاعب من المنتخب ديالكم سجل 3 ديال البيات في مباراه، ممكن ديك الساعه هو يدي داك الكره يحتفظ بها. الحاله الوحيده اللي ممكن ان الكره يديها شي لاعب هي الا ماركات 3 ديال البيات في مباراه واحده، ديك الساعه ممكن انه يديها. ولكن باش يديها منتخب، يديها تقنيا ولا يديها ممنوع، بمعنى وقانون واضح. الى عجبك